السلام عليكم. في زمن ال AI اللي احنا بقينا فيه والشات جي بي تي والحاجات دي بقينا بنستسهل كتير، وكل حاجة احنا عايزينها ومعظم الحاجات احنا عايزين نعملها ممكن نعملها بسهولة جدا جدا، بمجرد ان احنا نوصل لكل حاجة احنا عايزينها. بس ده مش صح، وفي اوقات كتير جدا بيكون مضر لينا. واكتر حاجة مضرة ان انتوا تخلوا شات جي بي تي هو اللي يعمل لكم الدايت بتاعكم، لان هو مش دكتور. ففيديو النهارده هقول لكم ايه هي المشاكل بتاعت ايه شات جي بي تي خطر جدا 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 وهو يخسسك. اول حاجه، شات جي بي تي ممكن يديك وجبات، يعني افكار للدايت، او ممكن يديك طرق للوصفات ويحسب لك السعرات بتاعتك. بس احنا جسمنا مش عباره عن ارقام. يعني انا جسمي ده مش عباره ان انا هاخد مثلا قد كده سعرات فاقسم ده كارب ده بروتين ده دهون. لا، انت في فسيولوجية في جسمك وفي عمليات بتحصل، لازم ان يكون في دكتور بيتابعها، ولازم ان يكون في دكتور يكون عارف ايه النظام الاحسن ليك ولحالتك. فلذلك شات جي بي تي ما ينفعش ان هو يكون المسؤول عنك او اللي بيشرف على رحلة تخسيسك. تاني حاجة، في عوامل شات جي بي تي مش هيعرف ان هو يحسبها ومش هيعرف ان هو يراعيها في الدايت بتاعه، زي الانيميا. مش هيعرف يديك نظام غذائي يراعي فيه الانيميا بشكل ملحوظ. كمان القولون، لو عندك القولون العصبي مش هيعرف. كمان لو مثلا تاخد ادويه او حقن للهرمونات، حقن كورتيزون، مش هيعرف برضو ان هو يراعي ده وهو بيخسسك وبيديك النظام الغذائي. فبالتالي ما ينفعش. وانا بؤمن ان مفيش حاجه اسمها نظام غذائي هتديه لكل الناس وكل الناس هتخس وكل الناس هتنزل في الوزن. لا، كل جسم مختلف عن الجسم الغيره. يعني انا جسمي مختلف عن جسمك، مختلف عن جسم الشخص التاني، كلنا مختلفين عن بعض. حرقي غير حرقك غير حرق اي حد. فلذلك انا بحس ان كل انسان ليه نظام غذائي هيكون هو ده الكويس ليه، هو ده اللي هيديله احسن نتيجه، هو ده اللي هيخسسه. فمش ان احنا بس عايزين نظام غذائي امشي عليه هخس، لا للاسف لا. ومفيش اي دراسه اكدت ان ممكن حد او ناس تمشي على نفس النظام الغذائي وكلهم ينزلوا نفس الارقام مثلا او نفس الوزن. مستحيل، لان فسيولوجيه الجسم بتختلف، الحرق بيختلف، نشاط الجسم كمان بيختلف. شات جي بي تي مش بيحسب نشاطك. يعني المفروض ان انا كدكتوره بتابع مع حالات، فلما تجيلي الحالة بسألها بتعملي ايه لما تصحي من النوم، بتتحركي ازاي، بتشتغلي ولا لا، شغلك عبارة عن ايه، بتشتغلي ايه. كل دي حاجات مهمة جدا عشان احسب نشاطها، عشان خاطر اعرف نشاطها عامل ازاي، فابدا ان انا اعمل لها نظام غذائي مناسب لنشاطها. شات جي بي تي مش هيعرف يعمل ده، فبالتالي ما ينفعش. انا مثلا كان عندي حالة كانت بتاخد، كان عندها انيميا، الانيميا عندها كانت انيميا حادة، وكمان كانت بتاخد حقن كل 3 شهور، حقن هرمونات. هل كانت الحالة دي ينفع تتابع مع شات جي بي تي؟ أكيد لأ. كانت محتاجة نظام غذائي معين، أولا عشان خاطر الأنيميا اللي عندها نحسنها، ثانيا هي كانت عايزة تخس، ثالثا عشان خاطر الحقن اللي هي بتاخدها بتاعة الهرمونات كانت أصلا بتزود الدهون في الجسم، وأنا لازم يعني أراعي الحقنة دي علشان خاطر ما أعملهاش أضرار. فلذلك ان انت تخلي شات جي بي تي هو دكتورك ده غلط. لازم يكون في دكتور وبتقول له كل حاجه، بتقول الامراض اللي عندك، بتقول له بتاخد ايه، ادويتك ايه، كل الحاجات دي عشان يعرف يحافظ على صحتك. ايوه تمام، احنا عايزين نخس، المغزى بتاع التخسيس دي حاجه كويسه جدا ان انت عايز تخس وتحسن من مسارك وكل حاجه، بس لازم تخس بطريقه صح عشان خاطر ما تخسش وتخسر جسمك في الاخر، تلاقي جالك امراض، تلاقي يحصل لك بعد شر حاجه انت ما كنتش عايزها. كمان شات جي بي تي مش هيعرف ينزلك من السمنه المفرطه. لو في سمنه مفرطه، في تكيس موبايل، مقاومه انسولين، الحاجات دي مش هيعرف. بيكون كمان محتاجين نظام غذائي معين بنمشي عليه، وبنكون محتاجين ان احنا نغير في كميه الجسم. كل الحاجات دي محتاجه بني ادم، مش محتاجه آلة، مش محتاجه روبوت عشان خاطر يقعد يقولك تاكل ايه وتعمل ايه. لا. طيب، احنا كده خلاص ما بنستخدمش شات جي بي تي، لا بنستخدمه لو احنا عايزين مثلا نحسب سعراتنا، لو احنا عايزين افكار للوجبات، لو احنا عايزين افكار للدايتس، لو احنا عايزين مثلا نتعلم او نعرف اللو كارب ده عباره عن ايه، الهاي بروتين، الفري جلوتين، الحاجات دي احنا عايزين نتعلم اكتر، ممكن شات جي بي تي يساعدنا فيها. لكن تاني، ان شات جي بي تي يكون هو دكتورك، لا، ما ينفعش.
لازم يكون في انسان هو اللي بيتابع معاك. بس اتمنى يا رب يكون الفيديو فاتكم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى ان انتوا تفهموا ان الموضوع بجد خطير جدا جدا، وبلاش الاستسهال وبلاش المخاطره في جسمنا وفي صحتنا عشان منندمش بعد كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.